السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في اتم صحة واحسن حال. ربنا يجعل يومكم النهاردة مليان بالحب والخير والرضا والسعادة وراحة البال. اللهم امين. النهاردة بقى عندنا روتين جديد ويوم جديد مليان برضا الرحمن. ربنا يرضى عنا وعنكم. اللهم امين. يلا بينا بقى نبدأ الفيديو بتاعنا، بس زي ما تعودنا قبل ما نبدأ الفيديو تعالوا نكسب حسنتين مع بعض ونذكر الله ونصلي على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. انت فين يا ام لينا؟ مش ظاهره لي في الفيديو. في الحقيقه انا عند ماما تعبانه شويه، فالفيديو النهارده برعايه امي هي اللي عامله فيه كل حاجه. بصراحه زي ما قلت لكم قبل كده، هي اما اكون انا تعبانه هي بتبقى حامله هم متابعيني في القناه، وبتبقى حامله هم ان هم بيشاهدوني وبيتفرجوا عليا، فدايما تقول لي لما تكوني تعبانه تعالي وانا هعمل وصوريني، بحيث ان انتي متابعينك وحبايبك اللي بيتفرجوا عليكي دايما يلاقوك على القناة بتاعتك. ربنا يخليكي ليا يا ماما وما يحرمنيش منك ابدا. في الحقيقة مهما تدوري في الدنيا كلها مش هتلاقي حد يحمل همك ولا هم تعبك ولا هم ظروفك قد امك. ربنا يا رب يجعلك نعمة في حياتنا يا ماما ويخليكي لينا. زي ما انتوا شايفين بقى، انا كنت في اليوم ده كنت لسه واصلة ولقيتها بقى قالت لي انا هعمل صينية فراخ في البطاطس، فتعالي صوريني ونعرض الفيديو لكل حبايب. زي ما انتوا شايفين بقى، هي كان معاها كمية من البصل، هي كانت مقشراها، ومعاها كمان فلفل اخضر، معاها ليمونة، وطبعا عصير طماطم، والفراخ بتاعتنا. وكمان هي دايما بتحب تعمل صينية البطاطس بالفراخ وبتحط معاها كوسة. هنشوف دلوقتي كل مقاديرنا وهنشوف طلباتنا هتكون ايه، وهنشوف امي هتعمل الطريقة بتاعتها ازاي. زي ما قلت لكم دايما امي دي لو حطت ايدها في شوية مية بيبقوا من ايدها زي العسل بصراحة، وانا بتلكك لاني عايزة اكل الاكل من ايديها. زي ما قلت لكم انا على قد ما بعمل كل حاجة بايديا في القناة، على قد ما ببقى مشتاقه جدا ان انا اكل اكله من ايديها. يعني بصراحه اليومين اللي انا ساعات بروحهم هناك دايما اقول لها لا انا عايزه اكل من ايديكي كذا يا ماما، طب ما انتي بتعمليها، اقول لها لا انا عايزه اكلها من ايديكي انت. زي ما انتوا شايفين بقى كده، هي خرطت البصل كده حلقات، وكمان الفلفل الاخضر، حطت كده معلقه من الكمون والكزبره، هي دايما بتطحنهم وبتحطهم على بعض، ومعاها كمان نص معلقه من الفلفل الاسمر، ومعاها معلقه من البهارات المشكل زي ما انتوا شايفين اهوت. وحطت كمان حبه من الملح وورقه من الماجي او مكعب الماجي. حبيتي تستغني عن مكعب الماجي، او في ناس ان هي ما بتحبوش تحطوا معاها في الاكل، مفيش اي مشكله، بتحطي ملحك عادي وبتظبطيه وخلاص. على كده زي ما انتوا شايفين اهو قد مكعب الماجي، بس احنا بطبيعتنا احنا بنحبه دايما في طعم الاكل. ابتدت بقى تفرك الماجي كده، هتبتدي كمان تدي للبصله كده مرته بسيطه كده، يا دوبك بس كده بتفككها وبتطعمها بالبهارات اللي هي حطتها فيها. زي ما انتوا شايفين اهو. يلا بقى لو انت وصلت لحد هنا من الفيديو ما تحرمناش من لمسه ايدك الحلوه على اللايك، لان بصراحه انا مش هطلب منكم اللايك ليا النهارده، هي في الحقيقه اللي تستحق امي. ربنا يا رب يديها الصحه ويخليها ليا وما يحرمنيش منها ولا من وقفتها جنبي دايما. وبقول لكل حبايبي على القناه ربنا يخليكم ليا وما تحرمش منكم ولا من دعمكم ولا من وقفكم ولا من وقفتكم جنبي، ويديمكم نعمه في حياتي يا احلى ناس واحلى اخوات في الدنيا. زي ما انتوا شايفين اهو. خلاص كانت امي بقى دعكت البصله كده دعكه كده بسيطه، ابتدت بقى تنزل بعصير الطماطم. هي فرمه حوالي نص كيلو من الطماطم في الخلاط. هي كده حطت نص كميه البصل، وحطت نص كميه الطماطم، وكمان هتحط نص كميه الخضار اللي هي عاملاه. هي كانت عامله بطاطس وكمان معاها كوسه، احنا دايما بنحب دايما البطاطس مع الكوسه. حبيتي تستغني عن الكوسه ماشي، حبيتي تستغني عن البطاطس براحتك، حبيتي تعمليها بس في تتبيله البصل وفي الفلفل الاخضر مفيش اي مشكله، ده تبع الرغبه. الفراخ دي بقى كانت امي عاملاها في البيت، يعني هي كانت مربياها في البيت، كانت غسلاها كويس جدا جدا ونقعها بخل وملح وليمون، وطبعا شطفتها حلو جدا جدا زي ما انتم شايفين. وابتدت تنزل بقى بالفراخ بتاعتها في الصينيه. هتبتدي بقى تحط نص كميه الخضار اللي هي كانت باقيه معاها زي ما انتم شايفين اهو. هترص بقى كميه الكوسه والبطاطس على الفراخ، وبعد كده هتبتدي تنزل بنص الطماطم زي ما انتم شايفين. لا هنحط بقى نص كميه البصل اهو، اللي هو كان احنا طبعا حاطين النص الكميه في الصينيه من تحت، وادي النص التاني زي ما انتم شايفين اهو يا حبايب قلبي.
وهتبتدي بقى تنزل ببقية الطماطم او ببقية خليط الطماطم اللي هي كانت عاملاه. زي ما انتوا شايفين اهوت، اقسم بالله كانت جميلة جدا جدا جدا. وطبعا زي ما قلت لكم، الحاجة اللي الام بتعملها يعني بصراحة انا مش عارفة يعني الطعم بيبقى له حاجة تانية، نكهة تانية. والله العظيم زي ما قلت لكم، انا ساعات بكون عندها واقول لها لا يا ماما، انا عاوزة اكل من ايدك كذا، او اعمليها انت. طب ما انتي بتعمليها، اقول لها لا انا عاوزة اكلها من ايدك انت. زي ما انتوا شايفين بقى، دي ليمونه. طب الليمونه ليه يا ام لينا؟ الليمونه دي بتدي طعم حلو جدا جدا جدا، وكمان بتقلل من سمونيه الفراخ. يعني لو الفراخ معاكي سمينه وبتسمن معاكي الخضار بقى معاكي زياده عن اللازم، فالليمونه دي دايما امي تقول بتكسر السمونيه بتاعه الفراخ، او بتكسر السمونيه اللي هي بتنزلها في البطاطس، فبتخلي طعم التتبيله دي حلو جدا جدا جدا. وحبيتي بقى تعملي التتبيله دي يعني من بالليل، بتبقى حلوه جدا جدا وبتبقى احسن كمان. في الحقيقه احنا عملناها وسبناها حوالي 3 ساعات. يعني هي كانت عاملاها حوالي الساعه 10 الصبح، وولعنا عليها بعد العصر. زي ما انت شايفه اهوت، امي بتحب دايما تديلها بس كده غلوه على البوتاجاز في البدايه كده، وبعد كده بتدخلها الفرن، تبتدي بقى تاخد بقيه سويها كله في الفرن. هنا بقى كانت ولعت عليها اهوت. وكمان ادي الرز اهوت، كانت برضو عملت الرز بتاعها. زي ما انتوا شايفين، هنبتدي بقى ناخد الصينيه البطاطس وهنطلع بقى في الفرن. ليه؟ عشان نكمل بقى السويه بتاعت، تاخد اول حاجه نكهه الفرن، وكمان تتحمر. يعني هي اصلا على ما بتستوي بتكون خدت تحميره حلوه جدا جدا، وبتدي لها نكهه حلوه قوي. وكمان نكهه الفرن الجميله اللي بتبقى لها نكهه وطعم كده حاجه تانية. ادي بقى صينيه البطاطس معانا هي. ودي كمان بعد خلاص ما كانت بقى استوت، وكمان خدت التحميره الجميله بتاعتها زي ما انتم شايفين. الله على الجمال، والله تسلم ايدك يا ماما، ربنا يخليكي لنا يا حبيبه قلبي وما نتحرمش منك. وده بقى كان الغدا بتاعنا زي ما انتم شايفين اهوت. ادي الرز بقى بتاعها. تسلم ايدك يا ماما، ربنا يخليكي يا حبيبه قلبي وما تحرمش منك ابدا، ولا من وقفتك جنبي دايما، ولا من دعمك ليا. زي ما انتم شايفين اهوت. يلا بقى حطوا لها اللايك يا حبايب قلبي، والله تستاهل 100,000 لايك. زي ما انتم شايفين اهو. يا رب دايما دايما نكون ضيوف خفيفة عليكم، ويا رب فيديوهاتي تعجبكم يا رب. بحبكم في الله، اسيبكم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.